السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة ابن الشعب. إخواني، اليوم عندنا كالعادة الكثير من الأخبار المهمة جدا اللي حابين نشاركها معكم. بداية راح نبدأ بعبد من عبدة الملك المخزني، أو عبد من عبدة الدينار للملك المخزني، ألا وهو موتسيسيبي. موتسيسيبي خوتي اليوم يعلن وبكل وقاحة بأنه المغرب هو الخيار الوحيد يعني لتنظيم كأس إفريقيا 2026 بعد 15 تأجيل. لا علينا، راح نتحدث على الأمر هذا، وراح نتحدث على محاولته تشويه صورة الجزائر من خلال تصريحاته العجيبة. راح نشوفوا الأمر هذا كيف. راح نتحدث أيضا اليوم أن الشعارات تتغير في المملكة المغربية. نعم، الشعارات تتغير من مملكة إلى جمهورية. الآن كل الشباب المغاربة ينددون ويصرخون في الشوارع: الشعب يريد إسقاط الملك. راح نشوفوا الفيديو هذا كيف. راح نتحدث أيضا اليوم خوتي على خبر نزفه لكم وكلنا فرحا، وعلى بالي هذا الخبر راح يكون كلكم فرحين من أجله. اليوم رئيس وزراء الفرنسي يعلن استقالته بعد شهر واحد من تعيينه. راح نتكلموا على الأمر هذا كيف. راح نشوفوا أيضا اليوم بعض المشاكل صراحة والله العظيم غير لازمة أبدا أنها تكون داخل الجزائر. السوسة المدسوسة كما رانا مسميينها في الإدارات الجزائرية. رئيس الجمهورية البارح اللي دار لقاء مع الصحافة، وزاد مع بعد ذلك دار لقاء مع رواد الأعمال الجزائريين ورواد الاعمال يعني الاجانب هنا داخل الجزائر، وقال لهم باللي الدوله راهي موفرت لكم كل شيء، والدوله راهي تدعم فيكم بكل شيء، خاصه في قطاع الفلاحه. هذا مستثمر جزائري راه خسر دم فادو باش يصلح منتوج راه يعرف ندره كبيره جدا وتزف اموال ضخمه جدا، يعني باش نستوردوه من الخارج، يلقى عراقيل. لا اله الا الله محمد رسول الله. راح نشوفوا يعني نفكروكم بما قاله رئيس الجمهورية في آخر اجتماع له. عندنا خبر مفرح جدا اليوم نقلا عن جريدة ميليتري واتش الأمريكية، أكبر جريدة عسكرية في العالم، تتحدث على هذا الوحش المدمر وعلاقته بالجزائر. تقول بأنه هذا الأيام إن شاء الله بعد 15 يوم سوف تكون الجزائر قد استلمت أول شحنة من هذه المدمرات اللي سوف تجعل الجيش الجزائري من أقوى الجيوش العالمية. وفي الأخير إن شاء الله راح نشوفوا الخطط الخبيثة جدا للمخزن اللي راهو يفعل فيها من أجل زعما افتعال مسيرات مضادة لمسيرات الشباب، وذلك باستعمال الأفارقة. حكومة مخزنية صهيونية بامتياز. المهم خاطر عندنا اخبار اخرى نشاركها معكم. الى كفانا الوقت ان شاء الله. قبل ان نبداو نرجو منكم كامل الاشتراك بالقناه، تفعلون زر الجرس وتضغطون على زر الاعجاب. زر الاعجاب راه مهم جدا جدا. ونبدا ندخلوا على ربي بسم الله. تبع معي شوف. بداية خوتي راح نبداو بموتسيسيبي الخبيث، كما قلت لك عبد من عبدة الدينار المغربي والليالي الحمراء المغربية. أنا نتكلم بهذا الأمور وانتم خوتي أفهموا علاه راني نتكلم هكذا. كما قلت لكم في بداية الفيديو، موتسيسيبي يعلن بأن المروك لا يوجد خيار بعده لتنظيم كأس إفريقيا. تبعت شوف، قال لك تصريح حاسم لهذا الخبيث. أيضا هذا اللي باش يكون في بالكم خوتي، أنه صحفي جزائري عايش بالمروك، حتى هو عاشق للدينار المروكي وعاشق لليالي الحمراء المروكية. تصريح حاسم، قال لك رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيسيبي يؤكد: لقد طرحت بعض التساؤلات حول ما يجري في المغرب. ما هو موقعنا من تنظيم البطولة؟ وموقعنا واضح لا بأس فيه. اسمع شوف ايش قال لهم. قال لهم المغرب هو الخطة ألف، المغرب هو الخطة باء، والمغرب هو الخطة جيم. بمعنى آخر أن المغرب هو الخطة الوحيدة لتنظيم كأس إفريقيا 2025. وأضاف موتسيسيبي أن الاتحاد الإفريقي يثق ثقة كاملة في قدرة المملكة المغربية على إنجاح هذا الحدث القاري، مشددا على أن الكاف سيعمل يدا بيد مع الحكومة المغربية والشعب المغربي وجميع مكونات الشعب المغربي من أجل تنظيم أفضل وأنجح نسخة في تاريخ البطولة. هذا باتريس موتسيسيبي يتجاهل مطالب الشعب المغربي ويتجاهل إرادة الشعب المغربي في عيش كريم وفي منع من إقامة كأس إفريقيا في الأراضي المغربية. هنا سمى تحدي صارخ.
هنا واش قال لك موسيسيبي؟ اخر جمله نفكركم فيها، واش قال لكم؟ قال لكم الكاف سيعمل يدا بيد مع الحكومه المغربيه هذه لا علينا بها، والشعب المغربي قال لك، والشعب المغربي وجميع مكونات المجتمع. راح نعطيكم الشعب المغربي اليوم يا خوتي في اخر مسيره له، والشعارات الان اللي راهو ينادي بها. قال لك الشعب يريد اسقاط الملك، هذا اخر شعار من اخر مسيره تم اليوم السير بها في شوارع المملكه. تبع تشوف هذا اللي قال لك موسيسيبي سوف ننظمه الى جانب الشعب المغربي. الشعب يريد إسقاط الملك. الآن خرجوا لهم للعيب، لا نريد حكومة ولا نريد تعيين حكومة جديدة، الآن نريد رأس الملك. الشعب يريد إسقاط الملك، أو بصفة أخرى المملكة، حكم المملكة أو العائلة العلوية اللي راهي تستمنزى بالشعب المغربي. راح نعطي لك خوتي رد هذه المملكة العلوية أو العائلة العلوية على الشعب ومطالب الشعب المغربي. وش تروح تدير خوتي؟ قمة 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 الوقاحة، قسما بالله العظيم. لو جيت انا مروك يا غير شوف نصدم لك ديريكت من القصر، نجري 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 ونخبط راسي في القصر الرئاسي تاع الملك المغربي، ثم نفجر راسي، ماشي نفجر القصر الرئاسي، لانه عندنا حكومه خبيثه. انك تكون عندك حكومه خبيثه مثل حكومه المخزن، لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف المخزن كيف رد عليها، قال لك المخزن لا اله الا الله، المخزن يستعمل الافارقه لجنوب الصحراء في مسيرات الدار البيضاء أمس المضادة للاحتجاجات الشعبية. بعد ما بدأ الشباب والشعب المغربي ينادي بالشعب يريد إسقاط الملك، تبع نشوف ماذا يفعل المخزن. يروح يجيب هذو المساخيط هذو كما يسميهم هما من إفريقيا، ويجيبهم يديروا مسيرات مضادة ضد مطالب الشعب الفرنسي. تبع معي تشوف. قال لك فيف لا ماروك فيف لا روا. اي والله، هاو المروك على كان هاو الملك عليه كان يجي في الافارقه ويدس فيهم في المغرب. كان على باله بلي يجي نهار وين يسحقهم، هاو سحقهم في اول استحقاق، مازالت استحقاقات اخرى. اسمع لا 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 لا، قال لك فيف لو روا محمد 6 لا بلي جون. لا بلي جون واش من جان سيدو يمشي بالعكازه سيده، حاشاك بيدير في الكوش، واش من جان كلهم أفارقة، كلهم أفارقة، وبيناتهم بعض العيشة، بيناتهم بعض العيشة. والمسيرة هذه محمية، اسمع تشوف، محمية من طرف المخزن. ها هو درك المخزن ياك تشوف فيه. يعني قلت لك قمة الوقاحة لم ترى لها مثيل البشرية من قبل، انك تروح تجيب شعب يدير مسيرات مضادة كونتر الشعب تاعك. لا اله الا الله والحمد لله يا ربي على نعمة الجزائر. الان خافتي عنا نزف لكم كما قلت لكم اخبار جد 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 مفرحة، ومفرحة لنا ايضا. يعني الان الجزائر توجه الضربات او الضربة القاضية للحكومة الفرنسية، وتعلن رسميا بعد المشاكل الكبيرة جدا في الحكومة الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي المعين قبل تقريبا ما لحقش شهر، والله يمكن 21 يوم حتى 25 يوم من تاريخ إعلان عن تولي منصبه. اليوم وش يدير هذا الرئيس الوزراء هذا؟ يعلن استقالة تاعو. كان هنا وراح السلام عليكم، ما قدرش، قال لهم ما قدرتش. اسمع معايا تشوف. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux par l'intermédiaire de la presse de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français avec quelques mots spontanés au moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Depuis 3 semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale, et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre 2027, l'élection présidentielle. Je ne veux pas toutes les citer.
لا 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 لا، اسمع اكون نقرا لكم منها خير، يعني باش نعطيكمش ترجمه حرفيه ولكن حنقرا لك منها. شو قال لهم؟ قال لك: لم تعد الشروط متوفره للبقاء رئيسا للوزراء. لوكورنو يقدم استقالته عقب اقل من 15 ساعه فقط من اعلان تشكيله الحكومه. ماذا قال عقب استقالته؟ قال: بلي لقيت الحكومة تاعكم متعفنة، حكومة أو محيط غير قابل تماما للعمل. هذا المحيط هذا لا يساعدني أنا ولا يساعد واحد آخر. قال لك: إذا قبلت بهذه المهمة المتعفنة راح نعفن السجل تاعي وراح نخون يعني الأمانة ونخون الشعب الفرنسي. صدقوني بالله، وما يجيبوش كاش سولار مافيا، يعني ما عندوش قلب وما عنده ما عندوش ضمير هكذا، شوية ضمير برك هكذا انه يخدم الشعب ويخدم الحكومة، ما يقعد نص دقيقة في الحكومة الفرنسية، لأنها الآن تعتبر من أسوأ الحكومات ومن أسوأ الوسائط اللي تقدر تخدم فيهم كإنسان سياسي وكإنسان دبلوماسي. مستحيل. هنا نزيد نعطيكم معلومة أخرى ما قلت لكم في بداية الفيديو. هذا الإنسان تعين قبل 26 يوم ولا 25 يوم، والبارح قام بتعيين الحكومة تاعو، اليوم استقال. هكذا كضحك يا ابن الشعب، معليش خلينا ننساه. الآن خوتي موضوع مهم جدا لازم نتحدثوا عليه أيضا، ألا وهو المحسوبية والسوسة المدسوسة في الإدارات الجزائرية. كما قال لكم هذا مستثمر خسر زبالة حاشاكم تاع الدراهم من أجل أنه ينجح هذا المنتوج الفلاحي هذا، اللي كان الجزائر تستعمل ملايير الدولارات من أجل استيراده وتوفيره للجزائر، باعتبار أن المنتج هذا يعرف رواج كبير جدا في الجزائر. يعني واش يصرى خوتي؟ تبع معايا، هو راح يحكي لك ومن بعدها نعطيكم الحلول. انا احنا مواطنين من بلدية السبعين، سد الدحموني، فلاحة هي. جونا تاع الدياسة قال لك كاينة زراعة جديدة تاع الزيتيات وفيها الدعم ونعاونوكم وكذا. هي رحنا معاهم، جبنا عطاونا شكارة تاع 8 كيلو جيريكا تاع دواء. زرعناهم قال لك راهي مدعمة، في التالي ما كان لا دعم لا والو. زرعنا رواحنا، حرثنا رواحنا، جبنا الصمارة وحدنا هنا، خلصنا الماء كل شيء هنايا علينا هنا، ما كان حتى حاجه تاع دعم. الزريعه الانجلي شرينا بدراهمنا. يا وجدنا هذا المنتوج، رانا في 7 زقينا وتبعناه في التليفون كيف الناس يزرعوا في مصر في فيلبين، كاع تبعناه كل شيء. راه هذاك العولمه في تليفون تشوف كلش كاع. اسمع المهم احنا نتجنا المنتوج هذا، احنا خدمناه خير من مزارع كاع تاع دوله كاع تاع الفلاحه، خير منهم خدمنا لهم. المهم خدمنا خدمه زينه، جبنا خدامه نقيناه من الحشيش، صرفنا عليه. في التالي كي جينا بنا حصدوا، رحنا للسياله مهديه قال لك حنا خاطينا ما عندناش بروغرام تاع الزيتيات. عاد رحنا لتيارت قال لك انتم تابعين لازو مهديه. رحنا للمصالح الفلاحيه، رانا في 27 يوم تبعوا فيهم. اليوم غدوه اليوم روح منا قارع، ومن بعد جاي قال لك المدير تاع لوناكو هذا ما بغاش لا علينا، هنا انسان هذا هدر على العولمه. هاي العولمه الحقيقيه كنت نتكلم عليها، انه الدوله ورئيس تبون شخصيا يصرح بانه الدوله تدعم كل المشاريع، خاصه نعاودها 4 خطرات، المشاريع الفلاحيه اللي تكلف الخزينه العموميه الملايير من دولار من الاستيراد. يعني الانسان هذا يعتبر خادم للوطن تاعو، راح جاب الزراعه كما قال لك وخسر عليها من دراهمه، وخسر وزقا ونقا ودار، ومن بعد كي وجد المنتوج تاعو ما يلقاش وين يديروا. المنتوج تاعو هذا خوتي قال لك صنعناه افضل من مزارع هذا المصريه والفلبينيه، وافضل حتى من مزارع الدوله. داه باش يدفعوا كما نقولوا حنا، اي اللي يروح ليه يقول له لا المنتوج هذا ما نسحقوش انا، المنتوج هذا ما عندي بندير به، المنتوج هذا ماهوش مدرج لينا. واحد يدز الواحد، واحد يدز الواحد، وانتم على بالكم خوتي النهايه كيفاه راح تكون. المنتوج هذا صراحة يصلح بزاف الجزائر. الجزائر تعرف منه نقص كبير جدا، هذا دوار الشمس هذا يستعمل في المواد الزيتية، حتى الزراعة تاعو ما شاء الله. يعني شوفوا الشباب الجزائري يستهلكها بزاف، ولكن تلقى مصير كما هذا يحطم الناس اللي راهي حابة تخدم. طيب انت واحد حاب يدير منتوج كما هذا، يجي يشوف فيديو كما هذا، يديروا ولا ما يديروش؟ اعزائي المشاهد اهدر لي انت حاب دير استثمار مثل هذا، ومن بعد تشوف السيد هذا يهدر بكلام دير ولا ما ديروش. لا، رئيس الجمهورية الان لازم يوصل ليه الفيديو هذا، بارطاجو قد ما تقدروا، ولازم انه يضرب بيدين من حديد. الان في اخر خبر اللي راح نقراه اليوم، والله خليوه معليش، خليوه للفيديو القادم ان شاء الله، لانه الوقت ما بقى لناش. هذا الخبر خوتي يتهاكل نفس الشيء اللي كنا نتحدثوا عليه، انه رئيس الجمهوريه يهرب من السلبيه
وتكسير هذا المستثمرين هذو، ولكن للواقع شيء آخر. نتمنى من رئيس الجمهورية أنه يضرب من يديه من حديد، خاصة بعض الإدارات اللي فيها السوسة المدسوسة كما قلنا. خوتي وصلنا هذا الفيديو، نطلعوا في روحكم، تلقاو فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.